صباح الخير، صباح الورد، كيفكن؟ شو أخباركن؟ طمنونا عنكم، يا رب كل أيامكن حلوة. كيف بتبلشوا نهاركم؟ احكولنا شلون بتشربوا قهوتكن؟ صحيح والله أنا ما بزيد سكر على القهوة، ما بحب خون قهوتي بصراحة، يعني القهوة ما بتنشرب إلا مثل ما هي، مرارتها الصادقة مثل الحقيقة اللي ما بتحتاج لتجميل. الحياة مو دائما بتكون حلوة، نفس الشي القهوة. شو رأيكم؟ تأيدوني؟ اليوم رح يوصلني طرد من سوريا ان شاء الله، وبدي اطبخ ان شاء الله، ورح شارككم بعض من لحظات يومي. يعني اكيد ما بقدر شارك معكم كل نهاري، بس بعض من لحظات حياتي. ان شاء الله بتكونوا مبسوطين. كملوا الفيديو للاخير لتشوفوا شو الطرد. هلا الساعة 2 رح نبلش طبختنا يا سادة يا كرام، هي الأوزي. والأوزي هي أكلة سورية، ما كل المحافظات بيعملوها، بس أهل الشام أكتر مين بيعملها. يعني أهل الشام معروفين بالأوزي. والأوزي هو رقاق عجين. هلأ بورجيكم الطريقة. هو البداية بتشوفوا انه كأنه رز بازاليا، تمام، طبيعي رز بازاليا عادي، ما في حدا منا ما بيعرف يعمله. بس بالنهاية راح يكون في صرار بنسميهم صرار الأوزي مفوتن على الفرن. هلا قليت اللحمة وضفت البازاليا وضفت المي، عملت كاستين رز، لهيك عملت كاستين مي. الرز رز بسمتي، كتير نوعيته ممتازة، ما بنقعه، فورا بحطه مع المي، يعني فورا بحطه فوق الأكلة. هلأ رح احط كاسين رز، من رز محمود، أكيد الكل بيعرفه. رز كتير ممتاز، حبته بتجنن، ما بيخبص، ما بتتكسر الرزة، وما نقعته بس غسلته، تمام. وهلا انا بس بعملها تحريكة، يعني شي بسيط لما ينزل منسوب المي، وبعدين بتركه يتهدى. كل رز برزتها، يعني ما شاء الله، يعني الشكل بياخد العقل، الريحة بتجنن، عن جد بشتهي. كل مين بحب الأكلة هاي فأكيد بشتهي يعني. هلا هي رقايق الأوزي. نحنا رح نعمل الشكل هي الورقة شكلها مستطيل، رح نعملها بشكل مثلث، ونحطها بهاي الطريقة بالزبدية، ونسكب فيها الرز بازاليا، وبعدين يعني نغلفها أو نسكرها. هلأ برجيكم الطريقة، بس أول شي خليني أحط الرز بازاليا بالسرة. حتى أنا بعملها بطريقة تانية، بالعادة بخلي اللحمة طبقة طبقة الكاجو، بس هلأ هذا الموجود، يعني عملتها على السريع الأكلة ماني محضرتلها، بعملها بهاي الطريقة، تمام. يعني هو كمان مفروض كتير إنه ينحط كان مكسرات الكاجو، اللحمة، بعدين طبقة البازاليا، بعدين طبقة الرز، يعني بنطبخ الرز لحال والبازاليا لحال. هالمرة عملتها بسرعة حتى ماني مجهزتلها يعني، وبهاي الطريقة. بس أكيد ما عم بقدر صورلكن يعني بشكل كامل لأني ماسكة الموبايل وعم صور، وأكيد بنحط على وشهم سمنة. قبل ما ندخلهم الفرن إن شاء الله. وهي نوع الرقايق، رقايق الأوزي، وممكن كمان للحلو بيستعملوها من عند التركي اسمها سونتا يلي بحب. وهيك خلصت، هلا رح دخلها على الفرن. انا بصراحة ما لحقت صورلكم، كانوا جوعانين، وبعدين لفقت للموضوع وتذكرت اني صورلكم، وهيك كانت النتيجة النهائية. هذا الأوزي السوري. وهلأ وصل الطرد، نزلت بنتي جابته، يعني ندق الانترفون ونزلت جابته طاير عقله. أنا بتعمل حركات كانت. وهي قصص الأنبياء،
لابني، وهي الكتب الروايات. هاد الكتاب حكيت لكم عنه، إن شاء الله رح أقراه. قريت من فترة كتاب اسمه أحببت غدا، كتير حلو، رح أحكي لكم عنه كمان. بتعرفوا شو هو أحلى حديث أو محادثة؟ يوم يكون حديثك مع مين بيقرأ، بيكون وعيه عالي، بيكون عنده فلسفة مختلفة بالحياة. الكتب ما هي وسيلة متعة، ولا هي اكتساب لمعرفة فقط، وإنما هي القراءة هي بحث عن إجابات كتيرة لحياتنا. يعني متخيلين إنكم تلاقوا حلول لحياتكم ومشاكلكم لما تقروا كتاب؟ وراحة نفسية أكيد، متعة، شي بياخد الكتاب هو أوفى صديق. وهلأ وصلت لأهم نقطة من هالنهار، بعد نهار طويل من شغل ومع الولاد وهيك. وأنا كنت منتظرة كتير إني أقرأ هالكتاب وإنه يوصلني، فأنا كتير مبسوطة إني رح بلش فيه، والمقدمة كتير حلوة، وإن شاء الله بس خلصت الكتاب رح أحكي لكم عنه بفيديو كامل عن أهم النقاط يلي فيه. بتمنى يلي حب الفيديو إنه يعمل لي متابعة ويكبس على زر الجرس ليوصله كل جديد، وبتشكر كتير كتير استماعكم إلي. سلام.